واحد دلوقتي فاشل بيعلق فشله على شماعة سوزي. هو في ايه؟ يعني شهادته ضاعت وحياته ضاعت والسبب سوزي امبارح، وفي ناس كتير فرحانه لها وناس كتير كده بتجز منها. يعني امبارح سوزي نجحت وجابت 50%، هي الوحيده. 160 أسد ب960,000 جنيه ربنا يرزقك حبيبة قلبي. وجايبة 50% في ثانوية عامة. بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبة قلبي. اللي جايبه 50%، لا عندك هنيدي، عندك عمرو دياب، عندك ناس كتير قوي غير الفنانين، ناس عاديه زيي وزيك جايبين ال 50% ودخلوا جامعات خاصه. فضلتوا تذلوها ان هي مش متعلمه لحد ما خدت الشهاده، ولما خدت الشهاده برضو بتذلوها بال 50%. البوستات بقى والناس امبارح بتتكلم ان سوزي فتحت لايف ولمت حق الكليه، ناس تقول لك بقى ده نزل لها 160 اسد يعني بقيمه مليون جنيه. يا جماعه هي ضربت حد على ايده وقالت له ابعت لي اسد بالعافيه؟ هم اللي لا، ما ضربتش حد على ايده. انت فيكي ايه؟ وهي مولاكي ولا ايه؟ انا مش فاهم. عايز اسال سؤال، حتى لو الكلام ده صح، لو انت في ايدك ان انت تطلع لايف مكان سوزي وينزل لك ال 160 اسد هتقول لا؟ لو الناس حباك مثلا تقول لك تعالى عرض خاص هتقول لا ده مش مكاني غيري اولى بيه؟ هتصدق وهتاخد ديلك في اسنانك وتجري. كل اللي انا شايفاه دلوقتي من ناحيه سوزي ده هو غيره، وبيتمنوا يبقوا مكانها. انا اتمنى مكان سوزي. فهو ايه بقى ولا عليك؟